ياسين جاهز مباشرة ملعب حمد العكبي ببيرادس ولقاءات بعد المباراة. اهلا وسهلا مجددا. هيكل الف مبروك للترجي التاهل للدور النهائي. هارد لاك للملعب التونسي الذي قدم مباراه طيبه في العموم امام الترجي اليوم، والنهائي طبعا سيجمع الترجي بالاولمبي البيجي. معي الكابتن نادر داود مساعد مدرب الترجي. الف مبروك كابتن نادر، تاهل مهم في مباراه صعبه امام منافس محترم جدا اسمه الملعب التونسي اليوم. تحيه ليك، تحيه الهيكل والكباتن في الاستوديو. اكيد تلعب في مقابل كاس مع فريق محترم، الملعب التونسي، مع حمادي الدو اللي منذ قدومه تقريبا الفريق ما انهزمش، يقدم فيه عروض طيبه. نعرفوا الملعب التونسي فريق ممتاز. في رمضان كيف توا تقريبا هذه الخمس مباريات في رمضان، منهم 4 في الواحدة ونصف. الملاعبيه بشر، كل مره قاعدين نغيروا في 3 4 5 لاعبين. في بعض الاحيان نغيروا لان هناك خيارات فنيه او حسب المنافس او حسب طريقه لعب معينه، لكن نصالحك في بعض الاحيان نغيروا لاراحه بعض اللاعبين لانه غير قادرين لمجاهدات نسق تاع في رمضان 1 ونصف كل 3 ايام مباراه. يعني بكره الجمعه كيف ندخل الفندق، نهار السبت نتحولوا الباجه، يوم الاحد باجه. شو تحب نقول لك، لكن الحمد لله بالخبره نتاعنا بالاداء اليوم عرفنا كيفاش نخرجوا بنقاط الفوز. الكاس منذ 2016 الترجي لم يفز بالكاس ويتسمى فتره طويله. احد اهدافنا الرئيسيه الكاس، وديما نعاود نقول الترجي لما تدخل المسابقه اجباري عليك ان يتلعب الى الاخير. يعني اذا كان ما تفوزش لازم تكون موجود في النهائي، وبالتالي ثم استحقاقات، ثم رهانات كبيره قدامنا مع المشكل نتاع شهر رمضان وعدد المباريات اللي فيه مع الشامبيونز ليج. لكن الحمد لله ان شاء الله نكونوا وفقنا اليوم في ان خرجنا بالمباراه وانتصرنا، ونجهز مباراه باجه باش تكون مقابله مهمه قبل ربع نهائي الشامبيونز ليج. شكرا كابتن.